يعني انت لما الاوتونوميك ريسبونسز دي او اللي هو الاعراض اللي هي بتاعت الادرينالين دي، اللي هي الخوف وضربات القلب واحمرار الوش وان انا حاسه انا عايزه اخش الحمام وبطني تتسحب والحاجات اللي هي بتاعت الخوف دي كلها، طبعا انا لما هاقدم هيحصل اللي هو الفيدباك، اللي هو فيدباك او تغذيه مرتجعه او معلومه بتوصل ما بين الخليه والجسم انه لا، ده حصل كذا 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 كذا، وبالتالي المره الجايه هيبقى افضل وافضل وافضل وافضل. مش قادره اتحكم فيها، زي ان ايدي بتترعش او ضربات قلبي بتزيد وضغطي بيضيق وما بيجيليش نوم حتى لو حاولت اشغل تفكيري واتقبل الخوف واتوكل على الله، بس احس ان عقلي الواعي ده لسه عنده ريسبونس مقتنع. لا بصوا بقى، الاوتونوميك ريسبونس دي يا جماعه دي مظهر من مظاهر الخوف، دي ما تخوفنيش. يعني دي هو خوف يعني ايه؟ يعني شويه ادرينالين طلعوا في الجسم، يعني حصل كل الاعراض اللي انت بتقوليها دي. يعني تفتكري سيدنا موسى لما اتقال له، يعني سيدنا موسى كان بيتعلسم في الكلام، هل تفتكري لما كان خايف التعلسم ده ما بيزيدش؟ بيزيد طبعا. يعني القصه قصه ان انت قلبك وجسمك مرتبط بافكارك، فانت افكارك بتبعت موصل عصبي لكل اجزاء جسمك فبتشتغل. بس لو انت بقى حسبتي هذا الخوف واقدمتي رغم وجود هذه الاعراض، ده بيدي معلومه لافكارك ولجسمك بعد كده انت قدها. فحبه بحبه 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 دي انت مناعتك الجسديه قبل ما النفسيه بتتحسن، يعني صحتك بتتحسن. لان الادرينالين سبحان الله يا جماعه، الادرينالين ده يعني احنا عندنا حاجه اسمها موصل عصبي وحاجه اسمها هرمون. ايه الفرق؟ الهرمون ده هو موجود في الدم، وهو اللي الاعضاء بتكلم بعضها بالهرمونات. يعني الهرمون هو الموصل الدمي او اللي موجود في الدم اللي بيكلم الاعراض لبعض. اما الموصل العصبي ده جوه الخليه، يعني جوه الخليه. عشان كده انا ما اقدرش مثلا اقيس الموصل العصبي في حاله الاكتئاب واقول لك ده انت مكتئب فموصلك العصبي بتاع المزاج بايظ بدرجه كذا. ما اقدرش اعمل ده، لانه لسه لغايه دلوقتي ما حدش يقدر يخش بحقن الخليه. خلاص خليه ده تراب العين المجرده، فهدخل فيها حقنه ازاي؟ فدي حاجه ما بتعرفش. لكن أنا في الدم بقدر ادخل حقنه في العرق واجيب شويه دم، فاقول بقى هرمون الانسولين كده، هرمون الغده الدرقيه كده، هرمون الاستروجين كده، هرمون الذكوره كذا. اقدر بقى اقيسهم لانهم سرحانين في الدم طول الوقت. الا هرمون الخوف ده، تخيلوا يعني الخوف ده هو اللي يعتبر هرمون وموصل عصبي في نفس الوقت، يعني موجود جوه الخليه وبره الخليه. ودي بقى رحمه ربنا، انه اللي بتعمليه في جسمك وانت في الخوف بيتكلم جوه الخليه، يعني بيسمع جوه الخليه. وعشان كده هو بيديكي احساس بان انت ايه، لقد فعلتها. بحس بالثواب، بحس بالجزاء، بحس بالفرحه. فهماني ازاي؟ لاني قدرت على نفسي، كسرت الخوف زي ما بيقولوا. فكسره الخوف دي بتفرح، بتبقى بتحسن اللي جوه الخليه واللي بره الخليه، لانه اللي بيتكلم قاعد بره وجوه، اللي بيكلموا بعض قاعد بره وجوه.